السلام عليكم. أنتم تعرفون يا شيعة أنكم لا تتبعون علي بن أبي طالب في شيء، وخصوصا الآن موضوع اليوم هو بيضة الإسلام. تقولون أن علي بن أبي طالب سلم الزهراء حفاظا على بيضة الإسلام، وسلم الخلافة حفاظا على بيضة الإسلام، والحسن سلم الخلافة حفاظا على بيضة الإسلام، وعلي بن أبي طالب سلم فدك حفاظا على كل شيء، يعني سلم كل شيء علشان الوحدة. والنبي كان يجلس مع المنافقين ومع أبي بكر وكذا حفاظا على بيضة الإسلام. لكن أنتم تقاتلون الناس وتستحلون دماءهم وتسبون الرموز وتنشرون الفتن والطائفية، وتتعاونون مع اليهود والنصارى والاحتلال الأمريكي، وعلي بن أبي طالب والله لم يعمل شيئا من هذا. يعني مثلا في موقع السيستاني يقول لك: قال علي عليه السلام: دافعت عن عثمان حتى كدت أن أكون عند الله آثما. فهذا يعني أن الإمام أتعب نفسه الشريفة من أجل حفاظه على الأمة من الانقسام والخوض في الفتنة، حتى كأنه شارف على تجاوز الحد المطلوب منه شرعا. علي بن أبي طالب كان يدافع عن عثمان مغتصب الخلافة، ويرسل له الحسن والحسين ومعهم الماء يسقيانه، وكان يدخل عليه كالواله الحزين. المهم أنتم عارفين قصته مع عثمان. وباعتراف السيستاني، على فكرة هذا موقع السيستاني، معترف أن الإمام أتعب نفسه من أجل الحفاظ على البيضة. طيب ليش علي بن أبي طالب يحافظ على الإسلام وأنتم لا؟ أنا أريد شيئا واحدا: يحافظ على الإسلام العمري البكري العثماني. أيضا عندما جاء أبو سفيان وقال علي بن أبي طالب: والله لئن شئت لأملأنها عليك خيرا ورجلا، فقال له يا أبا سفيان: لطالما عاديت الإسلام وأهله. يعني علي بن أبي طالب رفض طلب أبو سفيان أن يقاتل معه أبا بكر. شفت يا شيعي؟ بينما أنت والله يا شيعي أنك مستعد أن تتعاون مع اليهود والنصارى ومع الاحتلال الأمريكي من أجل أن تمسك الحكم في العراق، مع أن الحكم ليس لك أصلا. أنت تعتبر مغتصب خلافة المهدي عج. علي بن أبي طالب لم يتعاون مع أبي سفيان، ولم يتعاون مع اليهود، ولم يتعاون مع النصارى، ولم يتعاون مع الفرس ولا الروم ضد من حاربوه، بينما أنت مستعد حتى تتحالف مع الشيطان علشان تمسك الحكم الذي ليس لك. شفت كيف حكم الشيعة في العراق؟ أفسد حكم في العالم. أنتم يا شيعة قوم غريبون في كل شيء. أيضا يقول لك أن عمر طلب من علي بن أبي طالب أن يسمي ولده عمر. شوف ماذا قال: والإمام استجاب لطلب عمر لأنه لو لم يقبل بذلك لتسببت له مشاكل كثيرة هو في غنى عنها، لأن الإسلام في مرحلة تأسيس وعليه الحفاظ على بيضة الإسلام. يعني علي بن أبي طالب سمى ابنه عمر حفاظا على بيضة الإسلام. دائما علي بن أبي طالب يحافظ على البيضة والشيعة يكسرونها، خلاف دائما لعلي بن أبي طالب ومنهجه. قال إن جوابنا بأن الإمام لم يفعل ذلك حفاظا على بيضة الإسلام. يقول لك: ما طلب بحقوقه كلها حفاظا على بيضة الإسلام. أيضا الحسن عليه السلام يقول لك: وإن خاف على بيضة الإسلام والمسلمين. طيب إذن الحسن خاف على بيضة الإسلام، والرسول خاف على بيضة الإسلام لأنه كان كما تقولون يا شيعة كان يجلس مع المنافقين ويتزوج المنافقات، وكان يصاحب المنافقين ويصبر عليهم حفاظا على بيضة الإسلام. وعلي بن أبي طالب والحسن كلهم. طيب ليش أنتم يا شيعة الآن تتمنون زوال الأمة الإسلامية كلها؟ هذا دليل على أنكم لا تتبعون علي بن أبي طالب في أي شيء. دائما سب وشتم للرموز، ودائما يا لثارات العترة الخالقة الهاربة. يعني تخيل علي بن أبي طالب كان يتوحد مع مغتصب الخلافة، وكان يسامح الخوارج الذين قاتلوه وقتلوا أصحابه، ويقول لهم لا تجهزوا على جريح، وكان يذهب إلى عثمان مغتصب الخلافة ويحميه، ويذهب بالحسن والحسين. المهم، بينما أنت تذهب إلى سوريا تقتل السوريين بحجة أنهم قهروا العترة الخالقة، وأنهم سردبوا المهدي، وأنهم هدموا أضلاع الزهراء، كذبا وزورا. أين أنت وأين علي بن أبي طالب؟ شفت الفرق يا شيعي؟ هذا فرق واحد فقط، وإلا أنت عارف أنك لا تتبع علي بن أبي طالب في أي شيء.